عليكم. انا في ناس كثيره سالتني من الفرن ده. فهي حاجه عامله زي الزير، هي اساسا مكسيكيه. فهي كانوا بيستخدموها زمان يعني في الفرن ودفايه في نفس الوقت. فهسه معظم الناس بيستخدموها كدفايه، لكن انا برضه بحب اعمل فيها يعني رغيف. بحب اطبخ فيها، يعني بعمل فيها حاجات. مرات بعمل فيها سوب، شوربات، بس عايزه اعمل شوربه. ومرات بعمل فيها ساور دو بريد بالحليب، بدخلها جواها، سوى جواها بطبخ فيها. فأسا أنا عايزة أعمل رغيف. فظريفة جدا يعني للناس اللي عايزين يجربوها. يعني بتتعمل بما إنه بدنا في السودان يعني عندنا الأزيار. فممكن يعني الناس تعملها لو دارين فرن بتاع فحم، يعني لو الغاز ما متوفر أو الكهرباء ما متوفرة. أنا عندي الفرن جوا طبعا بتاع الكهرباء، لكن أنا بحب أقعد برا كتير يعني. بحب أقعد برا كتير. بالذات لما يكون الجو حلو. هسه مع انه لسه انا ريكفرينج، يعني عندي نازله، لكن اللي محتاج لنا شويه بريد. Can you put water in here, Mama? ها؟ No, honey, let me finish. ف محتاج لنا شويه رغيف، ومحل العرب بعيد مننا خالص عشان نجيب رغيف بتاع العرب. اللي هو زي الرغيف السوداني. ف I don't feel like going بصراحه يعني. فقلت احسب بس خلاص اعمل لي الليل الجو حلو، نقعد برا هنا ونعمل لنا شويه رغيفات يعني. فانا عملت لها شويه اضافات. انا ضفت الحديد اللي من فوق ده عشان اخد فيها فحم من فوق، عشان تكون زي الفرن يعني تقريبا، يكون في جمر من فوق ومن تحت برضه. وخدت الحديد اللي في النص ده عشان بقدر اياه بس اخد فيها الرغيف او الحله لما اطبخ فيها. فهنا عاده بيكون اكبر من كده حجمهم شويه، والفتحه بتكون اكبر من كده. لكن لما مشينا المحل بتاع الفخار ولدي علق في دي لانه شكلها زي السمكه عجبته، فقمت اشتريتها. فلكن الناس اللي عايزينها امشوا المحلات بتاعت الفخار، بالذات هنا في الولايات الجنوبيه اسمها تشيمينيا. محلات المكسيكيين عندهم بتلقوها